هي تبقى مصيبه فعلا لو انت شخص عاقل بالغ مش عارف يعني ايه عملات رقميه. سيبك بقى من ان احنا هنقول ازاي تكسبها او احنا هنشرحها ليه، المفروض تكون عارف ايه هي العملات الرقميه. احنا في 2024 يا معلم، صباح الفل. ده فيديو النهارده وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم كلكم كويسين؟ النهارده هنتكلم عن ايه هي العملات الرقميه. مش هقعد بقى اشرح لك مقاله واكتب لك واعمل لك، لا مفيش الكلام ده خالص. احنا هنتكلم مع بعض كده كام دقيقه علشان تبقى عارف ايه هي العملات الرقميه وايه فايدتها وازاي تستخدمها وازاي تبيعها وازاي تشتريها، علشان لما نتكلم عليها في الفيديوهات اللي جايه في طريقه الربح تكون عارف اللي بتكلم عليه. ما اجيش اقول لك مثلا يلا نكسب مع بعض في موقع دوكوين تقول لي هو اصلا ايه هو الدوكوين ده؟ صباح الفل. اول حاجه وهي ايه هي العملات الرقميه؟ العملات الرقميه هي عملات الكترونيه رقميه مشفره. يعني ايه كام جمله اللي انا قلتهم دول؟ ببساطه خالص يا معلم ان هي عملات على شاشه، ما ينفعش تمسكها في ايدك. يعني مش هقول لك مثلا تديني 1 بيتكوين او اديني 1 ايثيريوم، مفيش الكلام ده. هي عملات رقميه على شاشه، لكن قيمتها الماليه اكبر بكتير جدا من الورق اللي في ايدك. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا مثلا نقول البيتكوين. اكيد كلنا سمعنا عن ايه هو البيتكوين، او جاء قدامنا حد بيقول كلمه بيتكوين، اكيد كلنا سمعنا عنها. البيتكوين ده يا سيدي هي عمله رقميه برضه، ولكن هي الاشهر والاكثر تداول من العملات الرقميه. انت عارف سعر البيتكوين دلوقتي كام؟ تقريبا في وقت تصوير الفيديو ده بالدولار 46200 دولار، اي بسعر البنك المصري مليون ونص او مليون 700 تقريبا. طب بسعر السوق السوداء للدولار ابو 55 جنيه 2.5 مليون جنيه. 1 بيتكوين بيساوي 2.5 مليون جنيه. انت متخيل حجم الرقم قد ايه؟ لواحد بيتكوين. طبعا ما فيش حد مع 1 بيتكوين او ما فيش حد بيحوش 1 بيتكوين، احنا بنحاول نكسب او نجمع جزء من عمله البيتكوين. طب هل عمله البيتكوين دي بس هي العمله الوحيده في العملات الرقميه؟ لا طبعا، في عملات كتير جدا زي البيتكوين، الدوكوين، الايثيريوم، اللايت كوين، عملات كتير جدا ممكن نكسبها وممكن نجمعها وممكن نبيعها وممكن نسحبها وممكن نحولها لفلوس في ايدينا سواء دولار او مصري. كل الكلام ده هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي جايه. ازاي تستلم دولار في ايدك، ازاي تستلم مصري في ايدك، كل الكلام ده هنتكلم عليه. ولكن بنتكلم على معلومات عامه في البدايه علشان تكون عارف الاساسيات دي. كده بنعتبر بنبني اساسيات. طب خلينا بس نقول كم معلومه كده تكون عارفهم برضو ليك. ايه اصلا فكره العملات الرقميه؟ فكره العملات الرقميه معتمده على حاجه اسمها البلوك تشين. طب ايه البلوك تشين ده يا معلم؟ نفس فكره السيرفرات الكتير جدا. يعني ايه؟ يعني على مستوى العالم كل جهاز بيستخدم عمله البيتكوين بيعدل عمله البيتكوين او بيستخدم الجهاز بتاعه نفسه بيستخدم كجهاز استقبال وارسال المعاملات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز ابعت فلوس، انا كشخص عايز ابعت فلوس لحد في السعوديه، تمام؟ ولكن هبعت فلوس نقدي، جنيه او دولار او ريال حتى. ايه اللي بيحصل؟ انا بروح البنك بقول له انا عايز ابعت فلوس لشخص ما في السعوديه. حلو قوي، البنك بياخد مني الفلوس يجي باعتها للبنك المركزي، والبنك المركزي يجي محولها للبنك في السعوديه. معروفه ايه؟ معروفه الخطوات، معروفه التتبع، معروفه الكميه، معروفه مين استلم ومين ارسل، كل البيانات معروفه. المعامله دي بتاخد وقت قد ايه؟ وليكن بقى شهر، اسبوع، هم ونصيبهم. على الجانب الاخر في العملات الرقميه، فانا لو عايز ابعت فلوس لحد مثلا في اي دوله عامه، باخد منه العنوان بتاعه، اسمه عنوان الدافع، مكون من كام رقم على كام حرف، وباجي باعت له الفلوس من اي محفظه انا عندي عليها الفلوس زي باينانس، فوسي باي، كتير مليارات المحافظ. وليكن مثلا بعت له ويبدا المعامله دي تدخل من الجهاز ده للجهاز ده للجهاز ده، جهاز من فرنسا على جهاز من مصر على جهاز من اوروبا على جهاز من ايطاليا، هوب 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 لحد ما توصل لحد مين؟ الشخص المستلم. علشان كده مستحيل ان حد يوصل للمعاملات بتاعتها ومستحيل ان حد يخترقها. طب كل الكلام اللي انا قلته ده خد وقت قد ايه؟ تقريبا 5 دقايق. طب هل بقى الدنيا وردي زي ما انا عمال بقول كده وبفرق بين الاثنين وده احسن من ده والكلام ده كله؟ لا طبعا. زي ما السبب ده هو عيب، فالسبب ده برضه هو ميزه، وهو ايه؟ ان مفيش سيطره على العملات الرقميه دي. الرقميه دي ممكن ترفع 100% وممكن تنزل 50% او 100% او 1000%. اما بالرفع اما بالنزول، ده بيتم على حسب التداول على العمله. اما في تداول كتير، في سحب كتير، في ايداع كتير، في تحويلات كتير، كل ده بيأثر على سعر العمله. زي بالظبط ما حصل تقريبا من سنه او سنه ونص او سنتين لما ايلون ماسك ضخ مليارات الدولارات في عمله اسمها الدوك
كوين ضخ فيها مليارات الدولارات. متخيل يعني اللي كان معاه مثلا 100 دولار بقى معاه 2000 دولار. انت متخيل الرقم؟ تخيل بقى انا بتكلم على 100 دولار، تخيل بقى اللي معاه 2000 و20000 و200000 دولار. السعر بيكون مهولي انت ما تتخيلوش. طب احنا يا عبد الرحمن يهمنا ايه في كل الكلام ده كله؟ ازاي تكون عارف يعني ايه عملات رقميه، ازاي بنستخدمها، ازاي هنستقبلها، ازاي هنرسلها، انواعها، سعرها. الكلام ده كله طبعا مش حافظه، انت مش هتذاكر، انت عادي ممكن تبحث على جوجل سيرش سعر عمله كذا. ليه؟ علشان لما اجي اقول لك مثلا النهارده شرح موقع لربح عمله الايثيريوم مثلا او لربح عمله اللايت كوين، تكون عارف ايه هي اللايت كوين وسعرها كام وهنكسب منها كام والمبلغ ده بيساوي قد ايه وممكن نجمع منها قد ايه. كل الكلام ده شرح الفيديوهات اللي جايه، مش عايزك تستعجل نهائي. احنا بنقول بس الاساسيات او المعلومات الاساسيه اللي تكون معتمد عليها في شرحنا اللي جاي. ده كده فيديو النهارده، وانا عبد الرحمن ياسر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك. سلام عليكم.